في الفيديو ده هنتكلم عن رواية ملحمة الحرافيش. رواية ملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ هي رواية بتناقش فكرة الصراع بين الخير والشر والسلطة والعدل والفساد والمقاومة من خلال حكاية 9 أجيال من عيلة واحدة عاشت في حارة مصرية بسيطة. الفكرة الرئيسية الرواية بتدور حوالين شخصية اسمها عاشور الناجي، اللي كان راجل قوي وعادل وبيحب الحق وبيكون زعيم الحارة أو فتوة زي ما كانوا بيقولوا. بعد وفاته بنشوف ولاده وأحفاده كل واحد فيهم بيواجه نفس السؤال: هل هتعيش زي عاشور وتدافع عن الناس ولا هتستسلم للفساد والطمع والضعف؟ المعاني اللي بتطرحها الرواية الصراع بين العدل والقهر والتغير اللي بيحصل مع الزمن وتأثيره على المبدأ، أهمية القوة لما بتكون في خدمة الناس مش ضدهم، تكرار التاريخ وكان كل جيل بيرجع يواجه نفس القضية. إيه معنى كلمة حرافيش؟ كلمة حرافيش معناها هي الناس البسيطة أو الناس العامة. الرواية بتركز على حياتهم ومعاناتهم في ظل الفتوات والسلطة. باختصار، ملحمة الحرافيش قصة طويلة عن أجيال من الناس البسيطة بيتكرر فيها الصراع بين الخير والشر، وبتسأل القارئ: هل من الممكن العدل يصمد؟ وهل ممكن الإنسان يفضل نقي وسط الناس الفاسدة؟ اكتب لنا في الكومنتات. ولو حابين الرواية نتكلم عليها بشكل أكبر ياريت تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتكتب لنا كومنت تقول فيه رأيك بصراحة عن الرواية. شكرا للمتابعة.